حتى لو كان قلبك قوي. فأنا بحذرك إنك تسمع القصة دي. القصة دي من نوعية القصص اللي ما ينفعش تشوف النور، لأن أصحابها راحوا لعالم الظلام. والآخر مرة خليك فاكر إن حذرتك، لكن لو كنت مصر تعال نبدأ الحلقة الأولى. يوميات فن تشريح. الخوف هو أكبر مؤشر إن أنت لسه حي. يعني لو جه عليك يوم وبطلت إنك تخاف فساعتها هتكون ميت. أنا ما دقتش طعم النوم طول الليل، وكل ما أحاول أشوف كوابيس في أبشع صور. أنا ما كنتش متخيل إن وظيفة بابا واللي طول عمري كنت بكرهها وبقرف منها هيجي عليا يوم وأورثها. اليوم هو أول يوم ليا فيها، وممكن يكون الأخير. لكن كلام بابا اللي حاول يطمني بيه كان عكس كل القصص المرعبة اللي فضل يحكيها طول ما هو شغال. هو متوقع مني إن أنا أصدقه؟ طب إزاي؟ أي نعم، هو عايزني أقعد مكانه في وظيفته بعد قرار طلوعه على المعاش، إنما هو نفسه رعبني من الشغلانة دي. وبرغم إن النوم سلطان زي ما بيقولوا، إلا إن هو ما كانش ليه أي أمر عليا. ما نمتش. صعب تنام وانت خايف. سامع صوت بابا بينده عليا، وطلعت من الأوضة وأنا بتمنى الأرض تتشق وتبلعني. أنا مش متخيل إزاي هبقى مكانه. على السفرة الخشب كان قاعد بابا وماما مستنيين نطلع علشان نفطر سوا. أنا أنس، شاب عندي 29 سنة، طويل وجسم متناسق، وحيد أبويا وأمي. اتخرجت من المدرسة الثانوية الميكانيكية وخدت شهادة تعتبر معدومة القيمة وتقديرها ضعيف. ولو إن زماننا ده الشهادات عاملة زي طابع البريد، مش موجودة بس غير على البطاقة، شكل بس، مفيش ليها أي لازمة. وزاد الطين بلة إن أنا دخلت معهد تمريض، وشهادته المدفوعة دي ما شغلتنيش غير في عيادة الأطباء الخاصة ومراكز الجراحة. أنس، أيوة خلاص يا بابا، أنا أهو. صحيت الشارع كله. إيه يا ابني، كل ده نوم؟ أما لو ما كنتش موصيك تصحى بدري علشان ده أول يوم ليك في الشغل، إحنا لازم نروح بدري. يعني يا بابا اللي يسمعك كده يقول هشتغل في الوزارة. يا ابني افرد وشك وارضى بعيشتك، دي وظيفة حكومي. انت ما تعرفش انا عملت ايه علشان اخليهم يوافقوا يوظفوك مكاني. ده انا اتذللت لطوب الارض علشان بس يوافقوا على قرار تعيينك مكاني. يا بابا انت فني تشريح في مشرحة، شغلة تخلي الواحد عايز يجيب اللي في بطنه. ولا شغلتي دي هي اللي ربتك واكلتك وشربتك لحد ما بقيت بغل واقف قدامي. ويا ريتك فالح في شغلة، كبيرك شهرين في اي شغل وترجع تقعد وتمديلي ايدك تاخد مصروفك. انا استحملتك كتير، لكن لو ضيعت الشغلانة دي من ايدك خد بعضك وروح شوف حالك بعيد عني. ما انا مش هفضل طول عمري اصرف عليك. بطيبة قلب لقيت ماما اتدخلت في الموضوع. هدي نفسك يا ابو انس، كل اللي انت عايزه هيحصل. انس ابنك وعمره ما هيخرج عن طوعك. كمل فطارك بس وهو ان شاء الله هيجي معاك ويستلم الشغل ويبيض وشك. اقعد يا ابني، اقعد كل، مش عايز اكل عنك ما كلت. يلا بينا نروح نشوف اكل عيشنا. وعلى باب المشرحة بتاعة الطب الشرعي، المبنى القديم كان 6 ادوار، وكان موجود في نص حي شعب قديم. وقفت عمال اكح. كانت عندي رغبة ان انا اجيب كل اللي في بطني. الريحة اللي كانت طالعة من جوه صعبة، ريحة موت. ريحة موت طالعة تحذر كل اللي يخش انه يسيب روحه بره، علشان مش مسموح غير بالاجسام بس هي اللي تخش. معلش بكرة تتعود.
أيام الحر الريحة بتبقى طالعة قوي علشان نقص مادة السايدكس اللي بنستخدمها في التعقيم. وبالعافية مسكت نفسي وما بينتش ان انا تعبان، وخطيت اول خطوة جوه مبنى الاموات.